مش عارفة إزاي أول مرّة أعملها، إزاي ما عملتهاش قبل كده مع إنها طلعت تحفة. جِبت 3 بطاطات غسلتهم كويس جدًا، قشّرتهم وبعدين قطّعتهم، قطّعيهم أي تقطيعة إحنا كده هنسلقها مش محتاجين شكل التقطيعة في حاجة. بعد ما قطّعتها هانزل بيها كده في حلة وهاحط معلقتين كبار سُكّر وكيس فانيليا وبعدين هاحط عليها مَيّة عادية جدًا من الحنفية، بعدين هاغطّيها وارفعها على النار لحد ما تتسلق معايا. خلاص اتسلقت وبقت مستوية جدًا، هاهرسها بالهرّاسة وهي سخنة، شايفين البخار؟ لازم تكون سخنة. جِبت سيرفيس ودهنته من السمنة، نزلت بالبطاطا بتاعتي، هافردها بقى واساوي كده السطح بتاعها عشان تبقى مستوية معايا، ويالّا نحضّر الطبقة التانية. جِبت طاسة حطيت فيها سمنة على زبدة، دوّبتهم كويس جدًا وسخّنتهم، نزلت بمعلقتين كبار من الدقيق، هاقلّب الدقيق كده. أنا هاعمل بشاميل مسكّر، حطيت كده كوباية أو ربع كوباية إلّا ربع كده من مَيّة سلق البطاطا، وبعدين حطيت شوية لبن. مَيّة سلق البطاطا بتنقل البشاميل بتاع البطاطا في حتّة تانية خالص، معلقتين سُكّر كبار وكيس فانيليا، هاقلّب وادوّب السُكّر مع البشاميل بتاعي. آخر حاجة أحطها معلقة كريم شانتيه، أقلّب كل ده مع بعض كويس جدًا. خلاص ده القوام اللي أنا محتاجاه، هارفعه من على النار واروح أحطه على البطاطا بتاعتنا الحلوة واساوي كده البشاميل بتاعي كله يبقى بسِوَى بعض، أدخّله بقى على درجة حرارة 180 لمدة تِلت ساعة واتفرّجي معايا على الجمال والقمر. يعني أنا متضايقة من نَفْسي إن أنا ما عملتهاش قبل كده، بأمانة حلوة جدًا وتحفة تستاهل بُقُّكم، هتعجبكم جدًا لازم تجرّبوها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والكومنت اللي بيفرّحني، جرّبوها هتعجبكم أوي، خصوصًا في الأيام اللي إحنا فيها اللي داخلة على البرد والشتا دي. باحبكم كتير جدًا، باي باي.